بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن طريقة لعمل زهرة بالطحينة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. هنا بحط طاوة، بحط فيها زيت، بخلي الزيت يسخن وبعدين بنزل عليه بالزهرة. هنا الزيت سخن، بحط فيه قرنبيط يتقلي، هنا اللي ما يبغي يقلي الزهرة او القرنبيط ممكن يحطوا لي زيت، يحطوا في القلاية الهوائية او يدخلوا فرن بس يمسك لون زي هذا ويطلعوا، لان يعني نبغى بس اللون عشان ندخله فرن، بعدين بيدخل فرن بيكمل سواه. نبغى بس اللون الذهبي. لو في القناة ناس بيتابعونا من فلسطين يقولوا لنا هذه أكلة فلسطينية، الزهرة بالطحينة في الفرن. خلاص بعد ما أخذ هذا اللون الحلو بطلعه على مصفاية عشان أصفي الزيت. بكمل معاكم الوصفة. في طاوة تانية بحط شوية زيت زيتون، قليل، بشوح فيها واحد بصل، بحرك كل ينزل هذا البصل. الحين نسوي صوص الطحينة. الحين بحتاج نص كوب من الطحينة. لو عندكم قرنبيط كتير ممكن تحطوا واحد ضعف يعني هذا المقادير، يعني كوب من الطحينة. وعندي 3 كوب من الليمون. بحركه، بعدين بضيف الموية. بحتاج 1 كوب من الموية. بضيف
شويه فلفل اسود، شويه كتير زودت. بعدين ملح، تدخل الفرن. بحط فيها القرنبيط اللي قالينا اول، انتم ممكن تزودوا لان هذه الكميه انا تكفيني. بضيف عليها البصل اللي شحرنا مع زيت الزيتون، في اللي بيحط فيها لحم اوصل، في اللي بيسويها باللحم المفروم، بس انا سويتها ساده اليوم. بعدين بحط فيها الصوص حق الطحينه. هذا الصوص لما يدخل الفرن بيكون تقيل شويه. طعمها مره يجنن، جربوها. في الوش بحط لها شويه بابريكا، فلفل احمر حلو، والكمون. بعدين بدخلها للفرن لما ينشف شويه وشها، بعدين برجع معكم. هنا بعد ما طلعته من الفرن بزينه شويه بالبقدونس. أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تشجيعي بالضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم بإذن الله. إلى اللقاء.